يا ترى ايه هي الحاجة اللي بيفكر فيها الراجل أول ما يلاقي واحدة عجبته؟ هل علشان شكلها ولا لبسها ولا في حاجة تانية؟ بصوا بقى، الواحدة دايما بتبقى فاكرة إن أول حاجة بيفكر فيها الراجل ده لما يشوف واحدة عجبته بيكون في شكلها وبس. أصدمك وأقولك إن مش دي الحقيقة خالص. أكيد المظهر بيلفت، إنما اللي يخليه يعجب بيكي بجد مش لجمالك، إنما الإحساس اللي بياخده منك. زي مثلا انطباعه الأول عنك، بيسأل نفسه على طول بينه وبين نفسه: هل دي مختلفة فعلا؟ الراجل عموما ما بيحبش الشكل المكرر، إنما بيحب التفاصيل الصغيرة اللي تكون فيها حياة بجد، زي نظرة منها فيها ثقة مش غرور، ابتسامة بسيطة مش متصنعة، طريقة مشيتها هادية وعادية وما فيهاش أي استعراض. كمان الفضول عنده، بيبدأ يسأل نفسه: يا ترى دمها خفيف؟ بتفكر ازاي وبتتعامل ازاي مع الناس؟ في مرحلة الفضول مش دايما بيكون عايز يعرفها علشان يرتبط بيها، انما فضوله بقى كرجل بيخليه عايز يعرف ايه السر ورا الانسانة دي واللي خلى باله يلتفت ليها ويركز معاها. لان طبيعي جدا الراجل لما يتشد لوحده بيبقى مش عايز يشوفها والسلام، انما بيكون عايز يفهمها. في حاجة كمان وهي الاحتمال، دي مرحلة قليل اللي يوصل لها، وبيسأل نفسه وقتها سؤال بسيط جدا: هي الإنسانة دي هتنفع تكون مراتي ولا هتوجع دماغي؟ وهل وجودها في حياتي هيريحني ولا هيتعبني؟ وهل روحها حلوة ولا مقفولة؟ وهل بتحب الهدوء ولا بتاعت مشاكل؟ الراجل باختصار لما يلاقي إنسانة بتديله طاقة فيها أمان بيبدأ فعلا يفكر بجدية، مش بس إعجاب. إنه عايز إنسانة تعيش معاه لحظات حياة حقيقية ويكمل معاها بقية حياته. فالراجل مش دايما بيفكر بشكل شخصي زي ما ناس كتير عارفة، يعني ممكن هو ينجذب بسرعة بس تقييمه الحقيقي بيبدأ من أول ثانية. فخلي بالك وخليكي زي ما انت كده على طبيعتك بدون أي تجميل، فجمالك الداخلي هيخليه يحبك فعلا. فجمالك والشكل الخارجي هيلاحظوا فعلا من الوهلة الأولى، لكن الروح والجمال الداخلي هما الأهم ويخلوه يكمل إنه يفكر فيك.